طول عمر اللابتوبس من ساعة ما وعينا على الدنيا من عشرات السنين وهي واخدة تقريبا نفس الشكل المعتاد اللي احنا عارفينه، قطعة معدنية تكنولوجية متطبقة على بعضها، وأول ما بتفتحها كده بتلاقي فيه ناحية في وشك فيها الشاشة، والناحية التانية اللي لسه على رجلك أو على المكتب هي اللي فيها الكيبورد. لكن الحقيقة بقالنا كذا سنة كده بنشوف أشكال ولغات تصميم مختلفة تماما لما نيجي نتكلم عن اللابتوبس. واحدة من الشركات اللي كانت منورة قوي في الإبداع اللي بيحصل في الفورم فاكتور بتاع اللابتوب ده هي ايسوس. وانت الحقيقه لو متابعني من زمان فانا يعني اللابتوب اللي كنت بستخدمه زمان قبل ما اقلب يعني على الماك بوك للمونتاج كان لابتوب من ايسوس برضو، وهو الزن بوك برو دو. وده الحقيقه كان لابتوب عبقري بيجي بفكره ان عندك شاشه فوق كده اساسيه، بس عندك شاشه تانية موجوده فوق الكيبورد في النص اللي تحت ده، والحقيقه الشاشتين كانوا فظاع جدا يعني بيجوا بدقه 4K، والموضوع كان لطيف قوي بالذات في الجزء بتاع المالتي تاسكينج لو انت عايز تستخدم حاجات في الشاشه الاساسيه وتفتح نوافذ تانية في الشاشه اللي تحت، او في المونتاج كنت بحط التايم لاين تحت كده وبقيه الحاجات عندي فوق. وكان ليه استخدامات الحقيقه كتير جدا كويسه جدا. وعلى قد ما انا كنت منبهر من الفورم فاكتور وطريقه استخدامها، لكن دايما كان في تضحيه في حته ان الكيبورد مفعوص لتحت كده والتراك باد كده على جنب في مكان مش طبيعي يعني وصغيره جدا في الاستخدام، فكان في شويه مشاكل. كنت افضل دايما ان انا اوصله على كيبورد خارجي، بس الفكره بتاعت الشاشتين دي كانت موجوده، والحقيقه جربوها في اشكال تانية كتير من ضمنها ان حتى التراك باد الطبيعيه دي كانت عباره عن شاشه. والموضوع فضل يتطور لحد ما وصل للشكل اللي معايا النهارده. اللابتوب اللي معايا النهارده هو الايسوس زن بوك دوو لسنه 2024، وقد يبدو ان هو لابتوب عادي جدا لما تتفرج عليه لاول وهله زي ما هفرجك دلوقتي، لكن بعد ما تشوف حلول التصميم اللي حصلت في اللابتوب ده هتعرف ان اللابتوبات التقليديه خلاص هتنقرض. فلو مهتم تعرف اكتر عن واحد من اجن التصميمات في اللابتوبات واللي ممكن تكمل معانا لسنين جايه وتغير فكره اللابتوب عند اغلبنا، كمل معايا الفيديو ده للاخر وما تنساش تقولي رايك فيه برضو في الكومنتات. يلا بينا. صباح الخير ومساء الفل على الكل، انا اندرو وديد، وحابب اقول لك ان فكره اللابتوبات اللي متعدده الشاشات باشكال مختلفه والكلام ده دي مش حاجه يعني ايسوس بس اللي بتعملها، في شركات تانية بتعمل الموضوع ده، زي مثلا لينوفو عملت اليوجا بوك 9 اي برضو بشاشتين شكلهم غريب كده وحلوين قوي، وثينك باد برضو عملت لابتوب بشاشتين الاكس 1 فولد. لكن الزن بوك دو من ايسوس يعتبر يعني جمع المميزات اللي موجوده في الموديلات المختلفه. طبعا ما هوش مثالي وخالي من العيوب، لكن هو الحقيقه فيه شويه مميزات قويه جدا زي ما هتتفرج معايا. وبالمناسبه الفيديو ده مش اعلان لايسوس ولا سبونسرد ولا اي حاجه، انا بس بستخدم اجهزه من ايسوس وبحب اشوف التصميمات الجديده اللي بيطلعوا بيها، فحبيت اتكلم معاك عن الموديل ده النهارده. لكن كالعاده قبل ما نخش في تفاصيل الفيديو تنساش اللايك وتشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وتدوس على جرس التنبيهات عشان ما يفوتكش فيديو اول ما بينزل على طول. وتعالى نبدا على طول بان انا افرجك على هذه التحفه الفنيه اللي زي ما قلت لك هتبدو عاديه جدا في الاول. اللابتوب بيجي بالخطوط اللي احنا متعودين عليها في الموديلات الجديده بتاعت ايسوس اللي هم حرف الاي في الاخر بتوع ايسوس، ولما تفتح اللابتوب هتلاقي ان هو عباره عن كيبورد وشاشه. لابتوب عادي جدا، هتفتح اللابتوب من الزرار اللي هنا وهتلاقي الشاشه دي فتحت قدامك بالشكل المبهر بتاعها ده، والشاشه دي كمان تاتش بالمناسبه، وعندك من هنا كيبورد كامل فيه تراك باد يعني بمقاس معقول جدا، والخامات بتاعتها كويسه وكل حاجه. لكن الحقيقه السحر هيبتدي يحصل من دلوقتي، وده لان الكيبورد لو جيت ترفعه من الجناب هتلاقيه فك تماما من اللابتوب وظهر لك شاشه تانية تحتها، وبقى عندك دلوقتي شاشتين بنفس المقاس 14 بوصه، كل شاشه فيهم 3K OLED هيفتحوا لك المجال ان انت تستخدمهم باشكال كتير جدا مبهره جدا ومختلفه جدا. وساعتها فعلا هتقدر تستخدم الشاشتين كاملين، مش هتضحي بقى بان في شاشه صغيره بالعرض، لا عندك شاشتين كاملين بالمقاس الكامل بتاعهم تقدر بقى تستخدمهم باشكال كتير جدا زي ما هوريك. الكيبورد ده بيشتغل بشكل منفصل عن اللابتوب زي ما انت شايف عن طريق البلوتوث، يعني مفيش حاجه، وتقدر تشحنه كمان من فتحه USB اللي هنا عشان لو يعني البطاريه بتاعته فضيت او حاجه. لكن بالبنات اللي موجوده هنا وموجوده في الكيبورد من تحت، بمجرد بس ان انت تقربه هتلاقيه مسك بشكل مغناطيسي والشاشه رجعت تاني كانها لابتوب طبيعي، وساعتها مش تحتاج تشحنه خالص عشان بياخد الطاقه من اللابتوب مباشره. وعشان برضو تشوف المغناطيسات اللي بتمسك الكيبورد في مكانها بالشكل القوي جدا ده، فالورقه السحريه بتاعتنا بتاعت الماجنتس لو لفتها كده شايف هتلاقي فيه ماجنت قوي جدا في المكان ده هنا، ولو لفيت شويه كمان هتلاقي فيه مغناطيس هنا قوي، وهنا كمان شايف بيطلعوها لك عاملين ازاي كده، عندك هنا برضو مغناطيس قوي بيمسك الكيبورد في مكانه، وهنا طبعا تحت في مغناطيسات قويه جدا عشان ما يتحركش من مكانه. وانا الحقيقه بحب الورقه المغناطيسيه دي عشان بتحسسني ان انا ساحر. طيب انا زي ما قلت لك في كذا شركه بتعمل فكره الشاشتين اللي في اللابتوب، لكن بتكلم معاك في الفكره العامه بتاعت الشاشتين ازاي ممكن
تستخدمهم وايه اللي يخليك تفكر تشتري لابتوب بالفورم فاكتور اللي فيها شاشتين دي. في الحاله بتاعتنا تقدر تستخدمه اول حاجه كلابتوب عادي جدا، ده محطوط على رجلك كده وبتستخدمه زي اي حد طبيعي معاه لابتوب، وساعتها هيشتغل كويس، لكن ما هوش احسن حاجه قوي يعني بصراحه. هتلاقيه تخين شويه من الجنب هنا كده طبعا عشان انت عندك طبقه الكيبورد غير طبقه الشاشه نفسها تحت. ما هوش اجمل لابتوب يعني في العادي، يعني لو هتجيب لابتوب عشان تستخدمه في الوضعيه دي فاكيد ما تجيبش لابتوب بشاشتين، بس تقدر. الطريقه الثانيه هي انك تفك الكيبورد خالص زي ما انا كنت بفكه كده واوريهولك، وساعتها تقدر تخلي اللابتوب بالعرض كده عباره عن شاشتين بالطول جنب بعض والكيبورد كده قدامهم، وساعتها تقدر تستخدمه وعندك شاشتين في وضعيه البورتريه قدامك، تقدر تستخدمهم بقى لو بتعمل حاجه على السوشيال ميديا فعايز الفيديوهات اللي بالطول دي، عايز تحط كذا ويندو فوق بعض، تقسمهم زي ما انت عايز. لكن دي طريقه، وفي طريقه تانية اسمها شيرنج مود، يعني لو انا قاعد في اجتماع كده وقدامي واحد تاني الناحيه التانية من الترابيزه، اقدر ان انا افتح اللابتوب 180 درجه ويبقى عندي شاشتين، شاشه ناحيتي وشاشه ناحيته، وقتها تقدر تقلب الشاشه دي بالظبط الناحيه التانية على الشاشه التانية بحيث تبقوا انتوا الاثنين شايفين نفس الحاجه وانتوا بتتكلموا عنها. طريقه تانية هي انك ممكن تستخدمه من غير الكيبورد البلوتوث ده خالص، يعني ب6 صوابع هنا تقدر تفتح كيبورد عندك بالمنظر ده، وب3 صوابع بس ممكن تزود عليها تاتش باد هنا تستخدمها زي الزن بوك برو دو اللي اتكلمنا عليه من شويه. ولو عايز التراك باد لوحدها خالص حتى ممكن تعمل 3 صوابع كده فيبقى عندك كانه ماوس بس من غير ما يكون فيه كيبورد، ولما تعوز كيبورد ب6 صوابع هتطلعه تاني بالمنظر ده. الموضوع برده روش، بس يعني ما افتكرش ان ده احسن سيناريو تستخدمه فيه برده، يعني لو عايز كيبورد استخدم الكيبورد اللي معاك الفيزيكال الحقيقي، ولو مش عايز الكيبورد دلوقتي استخدمهم كشاشتين كاملين احسن. اما بقى الطريقه الاخيره والمفضله بالنسبه لي هو انك ممكن تشوف الشاشتين دول فوق بعض بالمنظر ده وتحتهم الكيبورد كمان بتاعك، فساعتها فعلا يبقى كأن عندك سيت اب شاشتين كاملين بالعرض كده وتقدر تعمل اللي انت عايزه عليهم، والكيبورد يبقى تحتهم كمان. بس ازاي هتثبت اللابتوب بالمنظر الغريب ده كده ومش هيقع؟ والحل الحقيقه موجود في اللابتوب نفسه، وهو ان في كيك ستاند هنا تقدر بس ترفعه كده بالمنظر ده، وفي الوقت ده هتوقف اللابتوب بالشكل ده كده قدامك، والكيبورد تروح مثبته تحت الشاشتين، وفي الوقت ده بقى عندك شاشتين كاملين قدامك والكيبورد تحتهم. بل بالعكس انت ممكن ما تستخدمش حتى الشاشه اللي تحت، لان الشاشه اللي فوق بقت في مستوى عينك، ما انتش موطي كده ورقبتك توجعك وبتاع. وانا شايف ان ده سيت اب احلامي جدا، يعني لو انا كنت عايز اكتر من شاشه في لابتوب فما يجيش احسن من كده بصراحه. ولو خدتك في المواصفات بقى بتاعه اللابتوب ده، مع ان زي ما قلت لك مش ده الهدف، انا بكلمك يعني في الفكره بتاعه الشاشتين في اللابتوب بشكل عام، لان ده فعلا انا شايف ان هو ممكن يكون مستقبل اللابتوبات الجاي. لكن اللابتوب ده الحقيقه ما بيتوصاش في الامكانيات بتاعته. فعندك البروسيسور الكور الترا 9 الجديد المدعوم طبعا بالذكاء الاصطناعي، عندك الرامات بتوصل ل 32 جيجا رام سريعه جدا، والذاكره الداخليه 2 تيرا اس اس دي، فدي كلها ارقام يعني بتاعه لابتوب قوي جدا. الجرافيكس اللي هنا بتيجي انتل ارك اللي هو انتجريتد، يعني ما هوش انفيديا او حاجه خارجيه، لكن ما زال اقوى تقريبا مرتين من ايريس اكس اللي كان موجود في الاجيال القديمه، فما زال حاجه كويسه. والبطاريه بتاعته 75 وات اور، بتقعد المفروض على كلامهم يعني اكتر من 10 ساعات. طبعا الاستهلاك بيزيد اكتر لو انت بتستخدم الشاشتين في نفس الوقت، وهيقل لو انت بتستخدم شاشه واحده، لكن ما زالت هتقعد معاك يعني 6 7 8 ساعات مرتاح. وبالنسبه للبورتس اللي فيه، فعندك هنا الاتش دي ام اي وجنبه فتحه ال 3.5 مللي. اما الناحيه الثانيه هنا عندك اليو اس بي العاديه و2 يو اس بي سي ثاندر بولت سرعه جدا. وبعد كده هنا خلي بالك ما تتخدعش، دي اليو اس بي بتاعت الكيبورد اللي بتشحنه من خلالها لو انت عايز تستخدمه بره الكمبيوتر ويكون فاصل شحن، فده بتاع الكيبورد بس مش بتاع اي حاجه تاني. وبس كده. انا عايزك تقول لي بقى رايك في فكره شاشتين كاملين في لابتوب زي كده، او فكره الفورم فاكتورز المختلفه من اللابتوب عن الاشكال التقليديه. هل شايف ان ده فعلا ممكن يكون مستقبل اللابتوبات قبل ما نخش بقى في عالم افتراضي بس كده طول ما في لابتوبات فيزيكال؟ يعني هل فكره الشاشتين دي ممكن تكون كويسه وتحب تشتريها فعلا وتستخدمها؟ انا بصراحه شايف ان هو انجاز علمي في موضوع اللابتوبات، خاصه للناس اللي عايزه مالتي تاسكينج وتفتح اكتر من حاجه في نفس الوقت، عايز تفتح ويندو هنا ويندو هنا ونوافذ تانية زياده في شاشه مختلفه. انا شايف ان ده الحل المثالي لحد دلوقتي لفكره المالتي تاسكينج على مساحات شاشات كبيره وانت معاك لابتوب بس. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه، ما تنساش كمان تتابعني على انستجرام وتيك توك لفيديوهات قصيره لطيفه كده وستوريز يوميه. ولو عندك سؤال في اي حاجه او افكار لفيديوهات حابب تشوفها اكتبها لي كلها في الكومنتس وانا هقرا الكومنتات. ومره تانية حابب اسمع رايك في فكره اللابتوبات متعدده الشاشات اللي زي ده، واشوفك في الفيديوهات الجايه. سلام.